ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض هنغسل مواعين زي ما انتم شايفين كده. وهتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وعايزه اخد رايكم فيه وتقولوا لي رايكم بكل صراحه، ولو انتم مكان صاحبتي دي هتعملوا ايه؟ دلوقتي انا النهارده كلمتني واحده صاحبتي وهي بتعيط، ولقيتها بتقول لي ده انا واحده صاحبه واحده صاحبتها كلمتها. من هي كانت هنا عند جوزها يعني في السعودية ونزلت، كانت جايه له زيارة ونزلت واتعرفت على واحدة هنا مرات صاحبه يعني. فالمهم ان صاحبتها دي كلمتها النهارده وقالت لها ايه، ده انا عرفت ان جوزك هيتجوز عليكي. وهي من ساعة ما عرفت وهي قاعدة تعيط وكلمتني بتقول لي انا مش عارفة اعمل ايه. هو جوزي انا عارفة ان هو مش كويس، وانا عارفة ان هو لو جات له الفرصة مش هيتأخر والكلام ده. المهم قعدت تعيط وهي حاسه ان هو بيعمل فيها كده لان هي ملهاش ظهر ملهاش سند. عارف ان هي ملهاش مصدر دخل غيره، ان هو اللي بيصرف عليها وكده، وملهاش حد يسندها. فهي بتقول لي طيب انا لو سبته، طب ما انا مش مع يعني هعيش ازاي انا وولادي؟ طيب هو افرضي هو اتجوز وخلاص بقى اتجه لمراته الجديده وسابني. المهم هو جوزها ده اصلا يعني مش شغال شغلانه كويسه، ولا ان هو دخله كويس ان هو يقدر يفتح بيتين، اصلا هو فاتح بيت واحد بالعافيه. المهم انت قلت لها يا بنتي اهدي وحاولي ما تفكريش في الموضوع ده، هو اكيد مش هيعمل كده، هو اصلا مش مكفي بيته عشان يقدر يفتح بيت تاني. تقولي لا هو يعني ظروفه اتحسنت شويه وممكن ان هو يعمل كده. قلت لها صدقيني ما فيش واحد بيكون هيتجوز بيروح يقول اصلا هو هيتجوز. طالما هو ماشي يقول لكل الناس انا هتجوز انا عايزه اتجوز انا عايزه اتجوز، يبقى هو مش هيعمل كده، هو اصلا ما حلتوش حاجه. ما عندهوش يعني الفلوس ولا المقدره ولا اي حاجه من الحاجات اللي تخليه عنده مؤهلات انه يتجوز تاني. تمام. غير انه هو عينه فارغه، يعني دي حاجه مفروغ منها. هو بقى بصباص وعايز عايز يتجوز اي حد وخلاص. فيعني هو عينه فارغة. طب وهو لما هو عايز يتجوز وشايف ان هو يقدر ان هو يجي يعني يجيب واحدة هنا السعودية تعيش معاه، او ان هو يتجوز واحدة هنا ويصرف عليها، طيب ما ياخدك. قالت لي لا هو مش بيحبني، وهو قال لي ان هو مش بيحبني، وان هو بس انت هتبقي الزوجة وام العيال. وهي لما واجهته يعني قال لها كده، انت تبقي الزوجة وام العيال، وانا خلاص انا بقتش بحبك وانا عايزة اتجوز واحدة تانية. طبعا الموضوع مؤلم جدا، مؤلم نفسيا عليها جدا. اللي هو ازاي جوزي يقول لي كده، ازاي انا اكون بحبه وازاي اكون انا باقيه عليه وباقيه على بيتنا والولاد وكده، ويجي هو بكل بساطه يقول لي انا ما بحبكيش، وانا اصلا يعني عايزه اشوف واحده تانية، انت ما بقيتيش ماليه عيني، انا عايز واحده تانية ليا انا، وانت تخليكي انت مع الولاد وكده. طب يا بنتي، طب ما ياخدك وتحاولوا ان انتوا مثلا تقربوا من بعض او كده. تقولي لا هو رافض الفكرة اصلا، يعني هو مش حاببني وشايف ان انا خلاص انا ام العيال وانا افضل مع العيال وخلاص، وان هو عايز يتجوز تاني. قلت لها انا شايفة ان هو مش هيتجوز تاني، هو معهوش انه يتجوز تاني، حتى لو هو عايز هو ممكن فعلا يكون عايز، بس هو معهوش انه يتجوز. بس هي بقى دلوقتي هي حاسة ان هي مكسورة لان هي محتاجة له، وخايفة ان هو يطلقها، فما ما يبقاش عندها مصدر دخل تصرف على اولادها واولادها يتبهدلوا. وهي كمان مش عايزة لقب مطلقة، وخصوصا ان ولادها بنات. بتقولي يعني لما ولادي دول يكبروا هيبقى ايه شكلهم قدام الناس، هيقولوا مامتهم مطلقة وباباهم سايبهم ومش عارف ايه. فانا خايفة على ولادي. بجد وجعت قلبي، ويعني قعدت احاول اهديها واحاول اقول لها ان هو مش هيعمل كده، وان هو اكيد ممكن يكون بيضايقك بس مش اكتر. بس هي فعلا مش عارفه تعمل ايه، وقعدت افكر في الموضوع فعلا. لقيت ان هي عندها حق، انا مهما اقول لها ان انت ما تزعليش، طبعا الموضوع مؤلم. انا يعني ما اقدرش احط نفسي مكانها، وما اقدرش احكم على الموضوع لاني مش مكانها. بس انا لو مكانها فعلا لا الموضوع هيبقى صعب صعب جدا ان جوزي يجي يقول الكلام اللي هي بتقوله ده. فانا قلت اطرح عليكم الموضوع، وانتوا برضو قولوا لي رايكم في الكومنتات، وانا اخليها تقرا الكومنتات بتاعتكم وتشوف الحل بتاع يعني توصل لايه الحل، ان هي تخلي جوزها يقرب منها، او ان هي تخليه يحبها، او ما يفكرش في الجواز تاني، او ان هو يبطل يقول لها كده. عشان هو بيقول لها كده من باب ان هو بيذلها، وبحس ان هو بيكسر عينها، او يعني عايز يضايقها وخلاص، اللي هو يلا انت كده كده مش هتقدري تسيبيني مثلا عشان انت مش عايزه لقب مطلقه، وانت مش هتلاقي اللي يصرف عليكي بعد ما تسيبيني. خصوصا ان هي مش بتشتغل وما عندهاش يعني باباها يسندها او اخوها يسندها او كده، ما فيش الكلام ده.
فهي فعلا محتاجة له ماديا، ومحتاجة له نفسيا، ومحتاجة لوجود أب لبناتها معاها في حياتها. بس هو مش عايز كده. فأتمنى إن انتوا تقولوا لي حل، وتقولوا لي ايه رأيكم في الموضوع ده، وهي تعمل ايه. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.